طبعا احنا عارفين اننا مش زي بعض، صح؟ جيناتنا مختلفة، بيئاتنا مختلفة، طريقة تربيتنا مش واحدة. مش محتاجين حد يقول لنا الكلام ده لانه بديهي وكلنا عارفين. لكن اللي لازم ناخد بالنا منه هو ان كل واحد فينا مش حالة فريدة مختلفة تماما عن التاني، لكن في نظام معين، ترتيب عقلاني بيحكم الفروق بين الشخصيات. مفيش حاجة عشوائية. كارل يونغ عالم النفس الشهير لاحظ ان البشر بيشوفوا الدنيا بطريقتين مختلفتين تماما عن بعض، وهما الاحساس والحدس. الناس بتوع الاحساس بيعتمدوا على حواسهم الخمسة في الادراك، يعني بيشوفوا الواقع زي ما هو، ما بيحطوش عليه اي بهارات. الدنيا برد، يعني درجة الحرارة 10 او اقل، كلها ارقام وقياسات. اما بقى بتوع الحدس فدول خيالهم واسع شويتين، ونظرتهم للامور بتكون دايما من زاوية غير مباشرة. يمكن ما بيبصوش على التفاصيل الصغيرة، لكنهم دايما بيحبوا يستنتجوا الصورة الكاملة. فلو قلت لحد فيهم الدنيا برد النهاردة، هو مش بس هيبص لدرجة الحرارة ويوافقك بالإجابة أو بالنفي، لكنه هيستنتج إن الشتاء داخل ولازم نطلع البطاطين من الدولاب. دول كانوا نوعي الإدراك زي ما قال يونغ. طب إزاي بقى بناخد قراراتنا؟ بالنسبة لطرق الحكم واتخاذ القرارات، فبرضه يونغ قال لنا إن عندنا طريقتين أساسيتين، هما التفكير والشعور، ممكن نسميهم العقل والمشاعر. الناس اللي بتحكم بالعقل بيستخدموا المنطق والعقلانية في اتخاذ قراراتهم. أحكامهم بتكون مبنية على الحقائق والقوانين بدون تدخل لأي مشاعر. انت تأخرت النهاردة عن الشغل، قانون العمل بيقول إن لازم يتخصم لك بغض النظر إيه كان سبب التأخير. أما بقى بالنسبة للناس اللي بيحكموا بالمشاعر، فالموضوع مختلف عندهم شوية. قراراتهم بياخدوها بناء على العواطف والعلاقات الإنسانية، ومشاعر الآخرين بالنسبة لهم مهمة جدا. انت تأخرت النهاردة عن الشغل، يمكن عندك ظروف، خلينا نتأكد الأول قبل ما نحكم عليك. طيب هل كده وبس؟ لا طبعا، عندنا أنواع كتير للشخصيات وأنماط مختلفة من الناس. في الفيديوهات الجاية هنتكلم عليهم، وهتكتشف حاجات عن نفسك يمكن أول مرة تعرفها. تابعنا في سلسلة انت مين في دول، واشوفكم على خير الفيديو الجاي في الشارع.